ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. السلام عليكم، كي دايرين؟ عيد مبارك سعيد، يا ربي ينعاد عليكم اعوام وسنين وانتم دائما في احسن الصحه والاحوال، يا ربي نتوما ووليداتكم وكاع الناس اللي عزاز عليكم كي دوزتوا العيد بالتماره ديالو بكل شيلو. نتمنى تكونوا دوزتوه بخير يا ربي. هذا الفيديو ان شاء الله غنشارك معكم وصفات اللي سهله، وصفات جديده واللي كتجي رائعه رائعه بشهاده الناس اللي ذاقوها، وايضا اللي كتحمر لك الوجه مع ضيافك وبنينه بزاف. هنايا اول حاجه قبل ما نمشيو للوصفات نجي نشارك معكم هاد لا مارك ديال كيوي، هاد الاله اللي كتبخري فيها الخضره بزاف ديال الحوايج. المهم غزاله رائعه هاد البنات، هاد الاله هادي خذوها بتغمض العينين. هادي انا راه ليها 7 سنين تقريبا، كنت خديتها من بيم ب 175 درهم، وراهم موجودين وكاينين. يعني كتسهل عليك اولا دي قوه الكاسرونات، فور هادي ولا سلق هادي. هنا ممكن تجمعي حتى 6 ديال الانواع الخضر، كتسد مزيان وكتفور بواحد السرعه ما نقولكمش، يعني تقريبا واحد السرعه اكثر من انك ديريهم في الماء. وبخصوص الماء يعني هنايا ملي كتفوري راه كتبقى يعني اي الخضره كامله كتبقى بالفيتامينات ديالها، عكس ان كيفاش كتسلقيها في الماء. وهاد لا مارك ديال كيوي زوينه، وباش تحافظي عليها هنايا تكملي منها وضربي لها واحد المسحه مزيان باش ما تصديكش، لان راكم عارفين يعني ماشي شي ماركه اللي مجهده بزاف، ولكن ها هي كنوريها لكم 7 سنين هذه باش خديتها. اول وصفه غادي ندير معكم هي هاد واحد الوصفه تركيه اللي كتجي رائعه بنينه بزاف، ما فيها لا بيض لا طيب في الفران لا حتى شي حاجه. هنا تكون حاجتنا تقريبا البسكوي 350 غرام ديال اي بسكوي بغيتو، غادي نقطوه وغادي نطحنوه مزيان حتى يولي لنا غبره. هنايا انا تنقطعو يعني على جوج، وانتم المهم كيف ما بغيتو ديروا، طحنوه في اله يعني دقوه بالمهراز اللي عجبكم، مهم حتى كيولي غبره. من بعد انا هنايا غادي نديرو في شي بول او في شي جبانه اللي غادي نخلط فيها يعني جميع المقادير. من الاحسن تكون كبيره، كيف قلت لكم يعني هذا هو القوام ديالو، خصو يكون غبره تقريبا. هنايا غادي ناخذ تقريبا كاس ديال الماء، اما كاس ديال الماء اللي هو 250 مللي، وغادي ندير فيه 3 المعالق كبار ديال الحليب بودره، او غناخذ كاس كبير ديال الحليب اللي هو 250 مللي ديال الحليب. غادي نزيد معاه 3 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو خام وكاس ديال السكر سنيده، غنديرهم في كاسرونه وغندير الكل غيغلي. غادي نبدا نحرك مزيان حتى يوصل لدرجه الغليان كيف كتشوفوا. من بعد غنطفي النار، غادي نحيدو فوق النار وغادي نزيد عليه تقريبا واحد نص معلقه ديال الفاني بودره او فاني يعني سكر، وغادي نزيد قليل من الملح باش نعادل ونوازن ما بين يعني الحلاوه. وايضا غنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، من الاحسن تكون زبده حيوانيه ممتازه. وهنا راه غادي نخلطوها راه بسهوله غادي تذوب. غنخليو الخليط واحد شويه يدفى ما يبقاش سخون، وغادي نزيد 3 ديال المعالق كبار ديال الكوك، وواحد الحفينه ديال الكركاع او اللوز او لاكاجو يعني اللي كان عندكم باش كتجي ديك القرمشه في هذا الكاطو. غنخلط كل شيء وغادي نزيد عليه داك الخليط اللي يعني درت طيبته. وهذا الخليط راه كافي ل 350 غرام ديال البسكوي. غادي نخلطوا المقادير كامله مزيان مزيان، ومنين غنخلطوها راه غتولي لنا على شكل عجينه. غادي نشدوه ورق الطبخ وغادي نحاولوا نسرحوا هذا البسكوي هذا او الخليط، وغادي نقادوه بهذا الشكل اللي كتشوفوا في الصوره. غادي نلوي عليه داك
هذا يعني تلفت حتى في الهضره في الصراحه. والله لا، الغنمي كيدوخ البنات. هذا ورق الطبخ، وغادي نديروه بهذه الطريقه هذه. نسدو الجوانب وغنحطوه في المجمد لمده ساعه. وفعلا راه الغنمي بزاف كيدوخ. تكيسوا البنات. غادي ناخذوا الشكلاط. هنايا خديت تقريبا واحد 150 غرام ديال الشكلاط ديال يعني شوكولا بالحليب. خذوا اي نوع ديال الشكلاط بغيتو، اسود يعني تقريبا واحد 52 او 56% ديال الكاكاو. غادي نحلو على هذا البسكوي وغادي نقطعو هاد الجوانب اللي كتكون في الاول، يعني ما غاديش تكون حاجتنا بها، فقط هادي الا بغيت نذوق شي واحد فولادي. غادي نقطعها على هذا الشكل هذا. هنايا راه الموس راه ماضي باش كنقطع. غادي نستمر هكا نقطعها كامله. وكيف قلت لكم راني ديجا ذوبت الشكلاط. الصراحه كتجي بنينه بزاف وكتجي معلكه يعني، وكتجي مخالفه شويه على داكشي اللي مولفين كنديرو. صافي هنايا غادي نغمسها في الشكلاط وغنحاول نحيد داك الفائض ديال الشكلاط باش ما يبقاش فيها كيهبط من الجوانب. غنحطها في شي صحن على ما تبرد، على ما داك الشكلاط يعني ما يبقاش دايب. ومن بعد ما غادي نسالي كيف قلت لكم غنحطها في الصحن ديال التقديم. وهنايا غادي ناخذ يعني الشكلاط فيرميسيل او الشعريه ديال الشكلاط. انا خديت الابيض، ممكن تاخذوا يعني الشكلاط اسود، ممكن تاخذوا الكوك، يعني اللي يعجبكم، يعني مزيان تيبقى اختياري لكم داكشي اللي موجود عندكم. وغادي ندير فوق منهم، غنزينهم بهذه الطريقه هذه. وكان هذا هو الشكل ديالهم. صدقوني راه كيجيو بنات، تيجيو معلكين فيهم ديك التقرميشه لداخل، وما تيشدوش الوقت. 10 دقائق راه تكوني موجداهم وكيعجبوا الضياف او الوليدات. يعني كتكون واحد شي حاجه اللي جديده وبنينه وايضا سهله بزاف. ممكن هذه ديريها حتى لاخر لحظه، ممكن ديريها حتى تسالي شغلك، يكونوا يجيو عندك الضياف حتى تبقى الدقائق الاخرى وعاد تصاوبيها. كيف قلت لك تتحمر لك الوجه وكتجي غزاله رائعه. ودابا غادي ندوز باش نصاوب معكم هاد الكيكه واللي طلبوها مني بزاف بزاف بزاف. حطيتها في الفيسبوك، بزاف اللي طلبوها مني الصراحه، وحتى في واحد الفيديو قديم كنت حطيتها وطلبوها مني. هنايا كتجي بنينه هاد الكيكه بزاف. هنايا غناخذ 4 ديال البيضات بحارات المطبخ، غنزيد فيهم القليل من الملح، وايضا 140 غرام ديال السكر سنيده اللي هو 7 المعالق. غنحط لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. غناخذ 80 ملي ديال الكريمه او الحليب، الا ما عندكش الكريمه ديري الحليب اي نصف كاس. غنضيفهم نخلط ونزيد واحد 80 غرام ديال الدقيق اللي هو كاس الا ربع، وايضا 10 غرام ديال الكاكاو وخماره اللي غنغربلوهم. ممكن هاد النواشف كلهم ديروهم مع الدقيق وغربلوهم. من بعد غنزيد 90 غرام ديال الشكلاط دائب اسود اللي غادي نذوبو، غادي نزيدو، و20 غرام ديال الزبده دائبه اللي من الاحسن تكون زوينه. هنايا كنوريكم صبعاني كيولاو. بالنسبه للمول راه هو فيه 22 سنتيم، كان اكثر ماشي مشكل، ولكن ثقوا بيا ما حد المول تيتزاد في السنتيمات وهي كيكه كتجي شي شويه حاضره. غندخلوها الفرن 180 درجه، نشعل عليها من الاسفل فقط. فاش طيب غادي تدوز 40 دقيقه عاد نشعل عليها من الفوق. هنايا غادي ناخذ بالنسبه للكاناج غناخذ تقريبا غناخذ هنايا غناخذ 150 غرام ديال الشكلاط اسود، وغادي ناخذ 100 ملي ديال الكريمه. غادي نسخنها وغادي نزيد عليها داك الشكلاط وغنخليهم واحد شويه على ما يذوب، ونبدا نحرك مزيان. من بعد غنزيد واحد الكاس ديال دانون ديال الكراميل، غنحركهم مزيان وغادي نغطيهم بالسلوفان وندخلهم الثلاجه حتى يبردوا تماما. الكيكه راها طابت، كان هذا هو الشكل ديالها. نخليها حتى تبرد واحد شويه وعاد غنحيد لها داك ورق الطبخ. هنايا خديت الشكلاط، خديت 150 غرام ديال الشكلاط بالحليب، ممكن تاخذوا شكلاط اسود.
غير هو يكون ممتاز البنات. ما تاخذوش الشكلاط مول هذاك المربع اللي ب4 ريال ولا شي حاجه، يكون شكلاط ممتاز. كيف قلت لكم غادي ناخذ هنايا 150 غرام ديال الشكلاط، وغادي نزيد عليه تقريبا 25 ملي ديال الزيت اللي هو 4 كاس صغير. غنخلطهم مزيان مزيان. هنايا خرجت داك الكاناج، انا طربته مزيان باش يولي لي على شكل كريمه متماسكه. نتمنى ان الشرح يكون يعني كنشرح مزيان، وإلا ما فهمتوش شي حاجه كتبوها لي في التعاليق البنات، انا كنحاول ما امكن نشرح مزيان. هنايا داك الكاناج منين غنطربو يغلي لي كريمه متماسكه مزيان، غناخذ بوش عادي او غير بلاستيكه ونقطعها من التحت واحد شويه، ونبدا نديرها هكا يعني هكا خطوط عراض. الكيكه خصها ضروري تكون بارده، من الاحسن تكون بارده. عرفتوا علاش؟ باش ما يذوبلكمش داك الكاناج. هنا بالنسبه للشكلاط اللي ذوبنا نخليوه يدفى واحد شويه، وغادي نزيدوا له تقريبا واحد 100 غرام ديال اللوز كونكاسي او اللوز مهرمش، او ممكن تزيدوا حتى قلت لك الكراميل اللي عندكم. هي السكر ذوبوه في مقله وخليوه حتى يولي كراميل، طلقوه في شي ورق الطبخ وخليوه حتى يجمد وهرمشوه وزيدوه. صافي هنايا غادي نخلي داك الخليط او الكلاصاج حتى يبرد. انا كنقولها ونعاودها حتى يبرد، وعاد ضيفوه باش ما يذوبلناش داك الكاناج. كنخويو بهذه الطريقه، كنديروا الجوانب كامله. والا ما قدكمش ممكن يعني تهزوا معلقه وتهزوا داك الفائض اللي كيطيح لتحت في الطبسيل وعاودوا ديروه من الفوق. وهنايا داك بقى لي واحد شويه ديال الكريمه درتها الفوق على شكل وريضات. غادي نوريكم الكيكه كيفاش كتجي من الداخل مع الطبيله اللي كنت وجدت في ثاني عيد ماشي اول عيد. هنايا البسبوسه راني حطاها في القناه ديالي، وهنايا كنوريكم يعني درت بعض الشهيوات. هنايا تشيز كيك، يعني درت شي شهيوات هكا ومعاهم هاد الكيكه اللي كتجي بهاد الطريقه، كتجي رائعه غزاله غزاله ديال لي باتيسري الكبارين، بداك الزبده اللي فيها وداك الشوكولا اللي كاين لداخل. كتجي بنينه حتى تجربوها وغادي تردوا عليا. بالنسبه للكيك اللي درت معكم قبل وهو هذا. المهم نتمنى ان هاد الوصفات يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم، وما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. وان شاء الله الى فيديو قادم ان شاء الله، ونخليكم مع هاد الطبيله هذه.